مرحلة الإياب وهو في دائرة الضوء، وهو ما لن يتحقق دون حصد النقاط الثلاث، فحتى التعادل يبعده شيئا ما عن أجواء المنافسة. المباراة بالنسبة للفريقين هو مصيرية، سواء كان المنتخب الإماراتي لديه 6 نقاط يحاول أن يكسب المباراة، وأيضا فريق العراقي لدينا 3 نقاط أيضا نريد نرجع للتنافس مع بقية الفرق اللي في مجموعتنا، سواء كان يابان أو السعودية اللي يتنافسون الآن للصعود إلى كأس العالم، وأيضا أستراليا. أصحاب الأرض ليسوا أفضل حالا من ضيوفهم، وإن كانوا يتفوقون عليهم في الرصيد النقطي، فمهدي علي وأبنائه يعيشون تحت ضغط العودة إلى المسار الصحيح وإرضاء الجماهير، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام المنتخب السعودي. وفصقار بي إن سبورتس، أبو ظبي. وعشية المواجهة شدد المدربان مهدي علي ورادي شنيشل عن جاهزية لاعبيهما لهذه الموقعة. مباراة جدا مهمة ولتعويض ما خسرناه في الجولة السابقة، وفي نفس الوقت مثل ما قلت المحافظة على المنافسة على إحدى البطاقات التأهل للمرحلة لكأس العالم. اللعيبة كلهم جاهزين وفي فورمة جيدة، والكل جاهز للمشاركة في المباراة. أعتقد أنا وجهة نظري إذا ما استطاع فريقنا نفس الحضور في المباراة الأخيرة فأداءنا سوف يكون على مستوى عالي طبعا، رغم احترامنا وتقديرنا لمنتخب الإمارات الفريق المتطور. طبعا هنالك استقرار بالكادر التدريبي وهنالك دعم طبعا، ولاعبين منذ فترة زمنية انسجام وتطور، لكن يبقى المنتخب العراقي ذو شخصية قوية، وأنا أعتقد يبقى المنتخب العراقي في أي مجموعة لا يمكن أن يكون مجرد رقم.